انا متاكده ان انتوا هتقوموا تعملوا الليزي كيك دي دلوقتي حالا. يلا اعملوا لها سيف. جدتي الله يرحمها كانت بتعملها الطريقه دي على البارد، سهله وسريعه متاخدش وقت. كيكه الكسلانين، عايزين ايه اكتر من كده؟ يلا بينا. اول حاجه هنجيب بسكوي، اي بسكوي شاي اللي عندكم. لو مكسر بقى عندكم ومش عارفين تعملوا بيه ايه، اعملوا بيه الوصفه دي. دول تقريبا 300 جرام، وعليهم معلقتين كبار كاكاو، وعليهم كمان معلقه ونص كبار سكر، ممكن تزودوا تقللوا براحتكم، و50 جرام زبده، ونص كوبايه حليب. وبعد كده نلبس بقى الجلوفز كده ونقلبهم مع بعض كده، يعني نميكس كده كويس قوي مع بعض. بس مش عايزه اكسر، يعني يندمج كله مع بعضه كده. وحطيتهم على ورق زبده وهشكلهم شكل كده يعني زي السويس رول بالشكل ده. وبعد كده بقى هقفل الورق الزبده كده واتك جامد كده زي السوشي كده، شكل السوشي وهلفه زي الرول كده. وبعد كده هقفله كويس قوي واسيبه في الفريزر على الاقل 3 ساعات. ولو سبتوه في الفريزر ليله كامله بيكون احسن بكتير، يعني اعملوه بالليل وتاني يوم قطعوه. مش قادره اقول لكم سهله وسريعه ومفيش اسهل ولا ابسط من كده. يعني الكسلانين لازم يقوموا، وحتى المش كسلانين برضو يقوموا. تجنن وسريعه، وانا بموت فيها. بتفكرني بايام الطفوله كده، وايام حلوه، ايام ريحتها حلوه كده. مش عارفه انتوا كمان كانت جدتكم بتعمل لكم الوصفات دي؟ انا جدتي الله يرحمها كانت بتعملها وانا بحبها جدا، وليها ذكريات كتيره حلوه معايا. يلا جربوها، ما تنسوش تتابعوني انا وشو حلو.